ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. شنو احوالكم البنات؟ شو عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير الناس الكل. رجعت لكم بفيديو جديد باش تشوفوا فيه برشا حاجات مزيانين. اقعدوا معايا ما تزبيوش خاطر برشا حاجات باش تعجبكم برشا. اول حاجه دخلت للكوجينه، ركبت الفطور، عملت اليوم كسكسي بالدجاج او موا قلت نضمن على الفطور طيب باش حتى كانت عطلت ما نلقاش روحي ضايعه ما بين الدار والكوجينه. حصيلوا الكسكسي لهنا قليت صبيت زيت، قليت فيه شويه بصل، سيرته، عملت عليه مغرفه ثوم ومغرفه طماطم ورميت طروف الدجاج، قليتهم مليح مليح ومرقت. فوحته لهنا فلفل أكحل، شوية كركب، شوية فلفل أحمر، وشوية ملح، وشوية كليل. وبعد رميت الخضرة متاعي، عملت قرع أخضر، سناريا، بطاطا، وزوز روس بصل. وبيان سور ما ننساوش الحمص. ولهنا ما ننساوش باش نتفقدوا هيك الخضره متاعنا باش ما تتحلش في المرق ونجيو نسربيو وما نلقاو ما نعطيو. زدت معها سليطه خضره، سليطه تونسيه تعمل 66 كيف، ما خيرش مع السلطه التونسيه متاعنا، مقطعه جويده وبنينه مع سيرتو هكا مع الكسكسي مع ماكله هكا تونسيه. سيرتو باهي برشا ان نعاودوا صغارنا ديما موجود على الطاوله كسسوا مع الفطور والا مع العشاء صحيا سلطه خضراء. كل مرة كيفاش، مرة سلطة تونسية، مرة سلطة لاتي، كل مرة سليطة، كلها دي فيتامين ننفعوا بها صغيراتنا ياكلوها كي يتعودوا انها موجودة ديما يوليوا ديما ياكلوها حتى كان هما ما يحبوش الخضرة. كسكسي متاعي بليته ورميته يفور. الخضرة متاعي سي ديجا طابت، هزيتها خليتها على جنب. نخلي الكسكسي متاعي يفور حكاية ربيع ساعة، ومن بعد نسقيه ونغم ونخليه دريجين هكاك باش يشرب اسقاه بالباهي، ومن بعد نحركه ونزينه بالخضره متاعنا وقريم فلفل مقلي. ويا ربي دوم علينا هالنعمه ورزقنا من رزق الحلال. هذه كانت تطويولتي لليوم، وهذه ادبارتي كسكسي بالدجاج، جا بنين جا خفيف يعمل الكيف. الحمد لله على أبسط النعم وأعظمها، يا ربي لك الحمد. ويا ناعما لمينا الكوجينة وغسلنا الماعون ورجعنا كل شيء لبلاصتو، ودخلت قلت علاش لا، وقيت اني نجبد باش الشتاء ونخبي باش الصيف. دنيا كمان بردت شوية، توكلت على ربي وفرغت القلص الكل ومسحته بالباهي. والقلص نتاعي انا فيرني نعمل له هكا بخ اجاكس باش يقعد هكا ديما نضيفوا فيه اللمعه، خاطر ديما تعرفوا الفيرني يشد التراس هكا نتاع الصوابع والكل. خليته هكا يتهوى ويشيح شويه. فرست باش اللي عندي اللي ما حاجتيش بيه لوحته، شيء مازال هكا جديد وما قاش نلبسه خليته وحده باش نعطيه نصدقه. والباقي الكل باش الصيف لميته في الفاليز. جبت دبيشات متاع الشتاء، طويتهم ونظمتهم
كيف زادا لازم نعمل هيك الفرزة هكايا نفرزه بالباهي. انا ما نغسلوش تويكا خاطر قبل ما نخبي كيف يجي مثلا تو صيف ولا مش يدخل علينا شتاء ديما تبش نغسله ونفوحه ونخبيه كان شي مفوح مريقل. وفكرة حبيت نعطيها لكم كسوا في الفاليز مش تخبيو فيها تبش ولا في الباكوات ولا في اي حاجه مش تخبيو فيها تبشكم ترميو صابونه هكا مسك بالريحه اللي تحب عليها انت يقعد لك تبش ديما بنين وديما فاوح وحتى كي تجبدوا اعتباره ما زلت كي جبته من الغساله. ولهنا كملت نظمت دبشي ودبش راجلي خليت كل حاجه في بلاصتها كل حاجه منظمه محلاها النظام ومحلاها الرتبه. وبعد التعب وبعد نهير متعب وشاق اشتهيت هكا كيك سيترون. عندي برشا ما عملتهاش عندي برشا نمني اني باش نعملها ونبخل. قلت علاش لا توا وقتها بعد التعب الواحد يعمل هكا قهوة وقعيدة باية وطرونش كيك سيرتو حاجة هكا يبدأ شاهيها. زينتها لهنا بالجلاساج سيترون وديزيست دو سيترون. جات بنينة وخفيفة. كانت تحبوا على الرسات متاع الكيك نهبط لكم اكتبوا لي في التعليق ونهبط لكم فيديو ان شاء الله مفصل. هذه الكيك متاعي نوصل معكم انا هوني لاخر الفيديو ان شاء الله نكون حفزتكم واللي ما عملتش باش تقوموا وتعملوا ديجا وقيد. ما تنساونيش في التعليق متاعكم وفي اللايك وما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب للقناة متاعي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم انا هوني في امان الله وفي فيديو قادم ان شاء الله.